is limited now up to 12 period are no more. And now it's starting from 1 up to 12 period no more. Before 0, 100. That's why they when I was in Kenya, direct the water, the next of بدله ما ممكن اديله يمكن هي ديبند طبعا انت عارف انا كنت بتفرج على السرايا القدام ده وبابا ده قلت له اتفضل هناك 6 صباح لا يقول في جودي ده ما في لور بياكل कोई ना कमरे या फिर आना कोई ना बस लौट आना कोई ना या कुछ Coi Bảo coi
بعدين الناس في بيت قاعدين يفكروا مسؤولهم عن التسويق بتاعه ولا يسمعوا ولا يسمع النعمة بتاعه يقول كم ريت الاتجاه بتاعتنا الجزء الشمالي في اتجاه الشمالي. ده الخريطة بتاعت الخريطة الشفوي لمنطقة رومبيك. أولا نبدأ المناطق بتاعت عدو. المنطقة الثاني رومبيك سينيور سكندري سكول لرئاسة بتاعت عدو. هم عملوا خنادق جماعية. انت والله يعني احنا هسه في صوت بتاع المدينة بالبيت، صوت ايست اوف مدينة بالبيت. المسافة من هنا حتى هناك ده 4.5 كيلومتر، يعني جريد سكوير واحد ده نص كيلو، الاثنين بيعمل كيلومتر. يبقى من هنا لغاية هنا 4 كيلو، يعني من آخر مدينة هنا لغاية النهاية بتاع المدينة 2.5 كيلومتر. واحنا واقفين هنا وجينا لاين اوف دايركشن يمر من هنا لغاية بين المحافظ لمستشفى لقدام. أوصاف بتاع المناطق الموجودين في سان موديل ده برايمري سكول، ده بوليس ستيشن، دي ماركت، بعد PDU هنا بتلقى هنا في مستنقع في يعني خيران كده شوية صغير. لكن شمال المدينة هنا دي منطقة دي كلها ونفس الغابة زي الغابة الموجودة هنا ده حتى النهاية بتاع المدينة هنا لغاية هناك، يعني المنطقة دي كله يستنكبوا. زمان كان في حلة هنا، هسه شطب ما في حلة، هسه بقى كلها جيش. برضه كان معلم حلة من رومبيك سكندري سكول هنا، أبدأ من السوق هنا لغاية مساء الخير كلكم. طبعا سميتوا من كابتن مكوي وكابتن الليو ده معلومات عن العدو في رومبيك. فأقول أنا أفتكر معظمكم ما جاي هناك امبارح أو امبارح لريكونيسنس، وأي زول ما جاي هناك يكون شايف حاجة بقدر إنه يخليه يشتغل في رومبيك على حسب أسايمنت اللي هو بياخده. يكون في معلومات أو يكون الديسكريبشن بتاع جراوند عمله اوتوماتيكالي الناس بخش في الأوامر. لكن نحن هنا عشان إنه كل واحد يقتنع نحن هنبدأ بمناقشة الخطة ذاته بتاعت إنه عملنا شنو حتى بعدها نخش في الأوامر. ما دام إنه نتفق كلنا إنه الكلام ده كله صح حتى بعدها بنخش في الأوامر. الكلام ده ظاهر. ف نحن بنبدأ بأبريشيشن حسب الكلام اللي عملنا. ف
بتاعنا هو احتلال مدينة رومبيك. هي أول هدف بتاعنا. Our mission is to capture the enemy garrison down of Rumbek. هي our mission بتاعنا. في زول ما واضح في الكلام ده. فعشان انت تقدر انه تصل مع الخطة بتاعك. فالعوامل اللي بتأثر مع الخطة بتاعنا طبعا واحد منهم ده الأرض، وزي ما سمعتوا من كابتن الليو إنه الأرض زي ما هلا نحن قاعدين فوق نفس الطبيعة، يعني أرض مسطحة وممكن بسمح للتحرك لكل الأنواع من العربات. كان في دبابة، كان في عربية كبير، كان في عربية صغير، ممكن يتحرك في كل الاتجاهات لأنه ما في أي obstacle، ما في أي موانع. وكان موانع طريق شرق، طريق يعني انت جاي من الشرق تقول توالي بوديك للغرب، انت جاي من الشمال شمال المدينة برضو بوديك للغرب، لو انت جاي من الغرب انت برضو بتمشي للغرب، لو انت ماشي من الجنوب برضو بوديك للغرب. فالأربع طرق بتاع الاقتراب ما بنهجم بهم كله، لازم نختار أحسن طريق. فعلى حسب الخطة بتاعنا درسنا كل الطرق دي، لقينا طرق تانية عندهم عيوب. مثلا القوة بتاعنا اللي كان هنا بدري في رومبيك بيهجم باتجاه ده، فالعدو كله attention بتاعه كله في اتجاه بتاع الجنوب. أغلبية الأسلحة بتاعهم زي ما شوفوا هذا تحت إنه الوضع بتاع الأسلحة بتاعهم أغلبيتهم كله متجه للجنوب. ده واحد من العيوب بتاع الطريق ده. فكل النيران بتاعه موجه للجنوب. هي هو الطريق الوحيد الممكن إنه تمشي فوق. لو إذا نشرت الجيش بتاعك كله بانتشار كده عشان إنه تهاجم للجيش في راسة المدرية وفي بيت المحافظ وفي مدرسة رومبيك، ما ممكن إنه القوة ينتشر في المحل ده كله ويعمل لك الهدف. فده عيب أو عيوب بتاع الطريق ده. نمسك الطريق بتاع شرق، الطريق نمرة 2 بخفيف من النظر بتاع العدو. الطريق ده بيسمح لك الانتشار، مثلا لو انت داير تهجم على المدرسة بتاع رومبيك بيسمح لك الانتشار في فرونتج أوسع هو المدرسة بين المحافظ، ممكن تضربهم كله في مرحلة واحدة، ممكن تهجم عليهم في وقت واحد. برضو بسمح لخطوط بتاع الامدادات، انت ممكن انه تودي ذخيرة مثلا لو قلنا انه يعود كل الحاجات بتاعنا الامداد كله موجود هنا، انت ممكن تمد القوة بتاعك بشكل هناك بسهولة، ممكن تودي ذخيرة، ممكن تودي أكل. مولا كله كان شغال من القوة القديمة كان موجودة في المنطقة. الحاجة ممكن الأخيرة إنه العدو المنطقة ده ما في تحركات المواطنين، فما ممكن إنه العدو يلقى المعلومات عن تحرك بتاع أي قوة في الاتجاه ده بكل سهولة. مثلا في المنطقة ده ما في ناس بتمشي هناك بكل سهولة. من العيوب بتاعه ما في سواتر جيد بتاع النيران، سواتر من النيران ما في إلا لما تكون قريب
للمعلات بتاع العدو، أو ممكن تلقى بيوت، أو ممكن تلقى جهات كبيرة. ده عيب بتاع الطريق ده بتاع المحافظ، وماشي لقايد ما يمشي للسجن هناك ما بكون عنده موية، فده عيب بتاع الطريق ده. ده 2 طرق هسه ناخد بعدين العدو ده يقتلوه في معلاتي. من ناحية بتاعتنا نحن دايرين دائما لما when you wage war نحن بنشوف إنه المنطقة ده أو الهجوم هيكون معامل نسبة لوجود العدو داخل المدينة وما قاعد يطلع برا. ما نقدر كلام بتاع داخل طبعا يكون كلكم تشوفوا الجروب ده فيه اللي بيداخل بالليل، ما في زول يقول العربية بتاعي إنه يضربوه بالليل، ما ممكن إنه نفس الشيء برضو لو نهجم بالليل العدو ما بيقدر إنه يستخدم طيارات ما ممكن إنه يجي يضرب بالليل، أما بالنهار نحن نستنتج انه يستحسن انه نحكم بالليل عشان انه كوادر بسيطة والعدو ما يستخدم كل الدبابات بتاعه والطيارات بتاعه، برضه بقلل من تأثير بتاع النيران الأرضية من قوة بتاعه المشاة. على حسب الوضع يمكن شفتوا في دفاعات العدو لما كل الكلام الظاهر لنا في الوصف بتاع الأرض وقوات العدو الموجودة في المنطقة. نجي نشوف القوة ذاته بتاع العدو. تعادل القوة، قوات العدو الموجودة في المنطقة كله تقدر بكتيبة مشاة مدعمة. الكتيبة السودانية طبعا فيه 5 سرايا، في 3 سرايا مشاة، في سريد المعاونة، في سريد الإدارة أو سريد العاصمة. ده تنظيم بتاع الجيش السوداني مدعمة ب وحدات دعم عندهم نفاذ. فما دام إنه قاعدوا وقت ده كله لما نحن جينا جنبهم نحن كانوا عند ريت دم، ما ممكن نقول إنه مورال بتاعهم نازل، فبنقول إنه مورال بتاعهم عالي. التدريب بتاعهم تدريب بتاع جيش نظامي، يعني تدريب كويس. القوة الصديقة بالنسبة لهم ما عندهم أي قوة تاني قريبة في منطقة رومبيك غير القوة الموجودة في توي، فده مسافة بتاعت 75 ولا 75 متر. القوة الصديقة الموجود أول قريب بالنسبة لهم ده الميليشيا، عندهم وسيلة بتاعت ميليشيا يعود القنادق بتاعهم لما السجن أو البيت بتاعت المحافظة ده يعود القوة الصديقة بتاعهم اللي عندهم طبعا مسلحين بالأسلحة كلاشينكوف نجيم والسنوك، ده التسلية بتاعهم. ده القوات العدو الموجودة في منطقة رومبيك. 6 تاسك فورسز عندهم 18 سرير. الفيرست بريجيد اللي هو القوة القديمة اللي كانت موجودة في المنطقة عندهم 3 تاسك فورسز، يعني كله 6 تاسك فورسز في 3 كم؟ 27 سرير. 27 سرير. والنازل عندهم كم سرايا قبل؟ 5. يعني نحن متفوقين عليهم بالكثير. عندنا انتي تانك ويبون، عندنا وايد مدفع 76 ملم ده انتي تانك، وعندنا 6 SPG 9 كلها مضادة لهم. عندنا برضو في الارتيلري حاوزر 122 ملم واحد، 2 حاول 120
واحد 14.5 أبو 4 ماسورة. عندنا 3 14.5 برضو واحد ماسورة. وعندنا 3 مجموعة تيتك تاسام 7. المهندسين عندنا برضو 4 مدافع 12.7. بطال ولا كويس؟ نحن ما جينا نظامي، لكن التدريب بتاعنا تدريب بتاع نظامي. مورال انا بسيبه لكم. مورال بتاعنا كيف؟ ملا هاي ها؟ قابل الاستخبارات انه في تقريبا زي سريتين، فقلنا لو في سريتين في المنطقة بتاعت مدرسة رمبيكا ثانوية، قلنا ده نديه 1 تاسك فورس مدعمة ب 1 زو 23 1 14.5 أبو 4 ماسورة 1 14.5 بماسورة 1 2 12.7 ملم و3 SPG 9. أنا سسبكت عشان إنه يكون عنده أكثر من دبابة واحد. هذا سميناه ده objective A أو الهدف ألف. الهدف ب زو واحد 14.5 أبو 4 ماسورة و 14.5 بماسورة واحد و 12.7 اثنين و 3 SPG 9. الهدف با ايه مثل المحافظ هديناهم تاسك فورس واحد 1 2 23 1 14.5 بماسورة واحد 1 12.7 و2 SPG 9. ده يعوم مال فوق قايد. ألف وباء ده المرحلة الأولى. This is the first phase, the phase 1. الهجوم بتاعهم في وقت واحد. phase 2 ده في المدرية. ده أدينام واحد 14.5 أبو واحد ماسورة 1 12.7 1 SPG 9. ليه العملناهم خفيف؟ ليه؟ لأنه to keep them down ما يطلع برا من القنادق بتاعهم عشان ما يعمل interruption للشكل ده. الشكل بدور بجاي والناس اللي بقوتوا هناك ده بس تدي محبة كده عشان إنه keep them inside. لقد ما الشكل ينتهي بجاي كل المدافع في مدرسة في بيت المحافظ أنا بدور لهم هناك بالقوة اللي بنودي لهم. لقد هنا ده التخصيص بتاع الواجبات لمش تقسيم بتاع الواجبات مش allotment بتاع
المسافة من المنطقة اللي نحن قاعدين فوق ده لقائد السجن ل4 ساعات يعني 60 مايل. ده هو المعنى انه قاعدين فيه. فده طويل يعني انه في مالات في السكة احنا عملناها ما في داعي حدا يزعل بعدين في الاوامر انه نتعرف من هنا لوين كتمبل اريا ونتعرف من وين لوين لمحل التشكيل ولقاء مع انه نمشي للهدف ده هيظهر في الاوامر بتاعت الاوبريشن ذاته. الموجود نطلع بانه الارض زي ما ذكرنا قبل ده مناسب لتحرك المشاة والعربات في كل الاتجاهات. احسن طريق للاقتراب او للهجوم للعدو ده طريق جاي من الشرق وجنوبية شرقية للمدينة. ده أحسن طرق للهجوم على العدو. ما في موانع أساسا في المنطقة كله سواء كان موانع طبيعية أو صناعية. نانو إننا قوة بشرية كبيرة نفوق على العدو. استخدام بتاع القوة ما بكون كثير. يعني لما زي ما شفتوا قبل في التدبير بكون انت استخدمتها بس لقائد هذا 2 تاسك فورسز والقوة اللي بيعمل كونتنشن للهدف ده والباقي القوة كله بكون لسه قاعد ريزيرف والقوة بتاعك بكون قاعد ما في تأثير. ده برضو ما بخلي العدو انه يعمل كونسنتريشن بتاع الفورسز بتاعه في مال واحد. ما بقدر انه يواجه الناس بنيران كفايه. بالنسبه لنا بكون لنا سيطره على القوه بتاعنا. لو قوه بشكل في مال واحد هنا ده في محلتين في وقت واحد يكون في ضبط بدلا من انه يكون القوه منتشره كله في المالات الثلاثه. طرق الحالة الثاني إنه عشان نهجم على 3 في وقت واحد. فده قلنا إنه يعني الميزة بتاعه واحد بس. لو هجمنا في وقت واحد نقول إنه قوة ده يهجم بجاي، قوة ده يهجم هنا، قوة ده يهجم في راسه هناك في وقت واحد. لو نجحنا الميزة بتاعه بيكون إنه قصر لنا زمن بتاع شكله وممكن إنه ده في كونفلايت انت ما بتعرف كون هناك كان ذا بيعمل كونفلايت مع قوة بتاعه بس برضه هناك انت ما بتعرف انت بقول يا فلان انا رجعت لك رينفورسمنت وبكون ما قاعد معك وما ماشي للزول بتاع رينفورسمنت هناك. ده بتاع انه ناجمة 3 مالات كلهم في وقت واحد. برضه بشتت يعني او يعني انت بتدخل اكبر قوه في وقت واحد كثيره انت ما بتقدر انه تدعم كله. وده ممكن برضه يدي فرصه للعدو عشان انه يعمل ريزيستنس يعمل مقاومه في المالات بتاعه لانه الفاير باور بتاعنا بيكون مشتت ما بيكون في تركيز زي ما عملنا كونسنتريشن. فده عيب بتاع الهجوم على المنطقه في وقت واحد. الهجوم الثاني اللي هو الطريق الحل الثاني ممكن انه نهجم كل المنطقه براو يعني نهجم ب3 مراحل. ده براو ده براو ده براو. من المزايا بتاعه ممكن انه نكلس العدو لانه لو ركزنا النيران بتاعنا كله في المدرسه ممكن ننتهي من الجيش كله. ممكن نمشي ننتهي من الجيش
المحافظ ونفس الشيء للمدرسة. عيب بتاعه داير ذخيرة كتير، لأنه لما تضرب كل القوى هنا ده ونفس الشيء هناك وكده يمكن إنه في مقاومة بجاي، لأنه الناس هنا ممكن يعمل reinforcement للتاني ده بتكلف لك ذخيرة كتير ونفس الشيء مان باور بتكلف كتير. بكون في فرص بتاعت العدو يعمل concentration بتاع فاير باور بتاعه، فده طرق الحل بالنسبة لطرق العدو. العدو كمان طرق الحل بتاعه واحد إنه يدافع عن مدينة رومبيك على كل ثمن، يعني يدافع مهما يكون القوة بتاع SPLA يكون شنو ما ينتهبوا في المدينة. ممكن برضو الحالة تاني لو شاف إنه قوة كبيرة ممكن إنه ينتهب في المناطق تاني ويعمل concentration بتاعهم في مال واحد، يخلي المناطق تاني ممكن يخلي المدرية ورأس بيت المحافظ ويجي يعمل concentration في المدرسة، أو يجي يعمل concentration في بيت المحافظ ويخلي بعض الاثنين في ممكن إنه يفكر إنه لو شاف إنه SPLA جاي ممكن إنه يجري من المنطقة، يقول إنه نحن عملنا tactical withdrawal. فده ثلاثة مسالك ممكن العدو يشيل واحد فيهم. من العوام أو من الكورس بتاعنا من المسالك بتاعنا لو جينا جربناه فشوفناهم إنه ما في جربناهم كله، شفنا كله طريق ولقينا إنه أحسن المسلك بتاعنا ده المسلك الأولى. المسلك الأول قلنا إنه نهجم على مرحلتين. المرحلة الأولى نضرب المدرسة وبيت المحافظ كالمرحلة الأولى، ده هدف ألف وهدف باء في المرحلة الأولى، والهدف جيم كمرحلة ثانية. ده أحسن حل بالنسبة لنا. أما العدو أكثر احتمال بتاعت أو أكثر احتمال المسلك بتاع العدو إنه يدافع عن المدينة، وده الحاجة هو من حيعمل، ما نقول إنه العدو ده بيجي بقوارب. ده أكثر احتمال إنه حيعمل، هيشاكل كان بقى رجال يطرد SPLA، كان ما بقى رجال ينضرب كله. ده أحسن مسلك بالنسبة للعدو. الكلام ده واضح؟ لقاعد هنا بكون إنه تكبير الموقف للعملية ده بكون انتهت، ودانا نمشي للجزء الثاني اللي هو الخطة البلان بتاعنا، ونبدأ بالميشن. هدف الميشن بتاعنا كان نحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 89. كان الميشن بتاعنا إنه نحتل مدينة رومبيك ده في تاريخ أقصاه 8، يعني لو تأخرنا كثير لكان يوم 8 بكون استلمنا المدينة.
عموما هنهاجم العدو بمرحلتين زي ما قلنا. المرحلة الأولى نحتل الهدف ألف وباء using two task forces مدعمة بالأسلحة أنانو ذكرنا قبل. المرحلة الثانية نحتل الهدف جيم using برضو one task force مدعمة بالأسلحة الدعم الإنجليزي. لقاعد هنا ممكن نجيب شوية جانينو نناقش الخطة ده نشوف إنه الكلام كله اللي قالوه هنا كلام ده لسه أنا ما مضيته لأنه عملنا مع إصابة مستزل كنا شغالين مع سوا ولسه ما صدقتوا عليه عشان إنه نمضوا. لقاعد ما يجي approval إنه نحن كلنا اقتنعنا كلنا إنه الخطة ده ممكن يمسك المدينة ده بعدها كان بمضى له وأنا بصرف الأوامر لأنه الأوامر ده ما بناقشه. لما نقول الأوامر ما في نقاش ثاني. عشان كده أنا بجيب هنا في محل بتاع الخطة ونشوف أي زول عنده رأي في كلام اللي قالوه كله في application في بلان عشان لأن أصلا قادو موجه لإجابة معين لكن زول هو شاب حاجة ما ممكن نقول هاي خلينا ماشي بدل أصلا موجه كده المفروض الوجوب بتاعنا يجي على خلف أصلا لكن الوجوب أنا بيعرف قداما بالموضوع ده عربات فعلا كده وإن شاء الله عربات هنا لقوا مبار لو فيها ريقة ممكن يلقون هذا شيء معروف. أنا بشوف الموضوع عربي لكن ما صدق أو وافق لهجوم القدام للمشاة ده واحد. نمنين إلا الويوب بتقوم يشوف المسؤولين يعني دخول عربات تجاه جنوب على معسكر الشمال. الوجوب ده أنا ما أسمى منك الليل عشان أنا كمان يعرف الوجوب العربات لو ودي كده الوجوب بتاعه كيف برضه ممكن الحريقة ده في الشرق إذا جينا في الشرق ولا الشمال نفس الشيء ده نفس المعركة. لو جيت راقد وانت نارب وجيت نار كان في الجنبك ده هنا تدوق في الأول. الكلام ده كان حصل لنا في الجنة ناس كان بيكون بتدوق نار وحتى بعدها يرجع ثاني في الشرق. فده كلام ممكن يحصل. بالنسبة للاتجاه بتاع الجنوب إذا شفت في مباني كثير حتى لو في فاير بكل الكفاءة يضرب 3 أهداف أثناء شكل ده كله بالمراقبة حتى بالعين المجردة. فإذا جبت جيش بجاي ووليت المسائل هناك بتأثر مع الجيش. عشان كده قلنا إنه الرباط بتاع المشروعية يقود الأسلحة بتاعهم إجمال البخور من فوق وياخد عمود بتاع التلفزيون ده كريفرنس بوينت عشان يقدروا يدايركت ذير فاير للأهداف الثلاثة كلها. فده يقول يعني هذا أنا كده معناه وجود يكون قدام الشمال أنا للجنوب. لمنين أنا لمعسكر هو نيجيريا أنا بواقف أنا أصبر يكون في زيادة كده في ضمن وبكون في مويه مناصج فالناس ديل ما بطريق ثاني بلان مويه. الناس ديل يعملوا تكتيك كويس لو أنا قدرنا ما لا ممكن يعمل يا تمثيل ثاني ويعمل معناه يكون أنا مديرية معناه بعد ذاك يكون بداخل. فأنا واقف الناس ديل يعملوا تكتيك ووجوم يعتزل على اثنين معسكر. الكلام ده رفيع القائد في معنى كمان الهجوم في اتجاه شمال الشرقي ده أنا كنا واقف في الهجوم في مناطق بين البلدان. هل لو نحن هجمنا مناطقين والجيش أنا في ماله في مال ده لو ده قال يحاول بعمل له ضروبة هناك بعمل له فتين في البناء عشان ما يجي لما نضرب هنا ويعمل كل اللي جاي لو لا بقول كده خلينا شوية في حاجة هنا برضه وين دارك فهو برضه يفكر. أما
الطريقة بتاعت لما تيجي موفينج يجي ايرليا عشان اي زول يجي يشوف محل بتاع لهم كنترول في المسا بالليل حاجة ما بس الشغلة بتاع المسا بتساعدك في مراقبة النيران تعدي لأن كل واحد بيراقب بنفسه وانت بتعرف بالضبط يعني كذا يكون هنا انت فيه تدمر لكن برضو كمان كنترول بتاع الشيء ده ما بتعرف هنا هنا يعني على ما بتشوف الشارع كان بالليل لا انت ما بتشوف الشارع كان بالليل ما تعرف وانا بكتب من حضرتك انه لو امكن بعدين نمشي بدري الناس اللي بيمشوا هنا بدون ميتر بتاع شغل ده يمشوا بدري عشان ياخذوا المحل بتاعهم اما الناس بتاع هنا ده بتاع المرفعيه الاسلحه ده زي ما انا جيت اقول كلام بتاع انه يمكن يحصل حريقه وده يحصل كثير يحصل لانه الجيش ما هنا ده ناشف شويه عشان الامور ما تحصل لانه ما بيسافر ده لو نحن ماشيين بالليل ما بيسافر كان مغطينا كده فهجوم بالنهار في المساء النهار كان كل دول ما اللايت لايت دول ما يكمل يمشي الشارع كله وبعد الشغل يبدا طوالي مع الزلام عشان ده بابا قال ما بده يشوف ناس ده مناسب كده يكون بدري شويه اما هنا ده المرهدين ده في محله اما كلام بتاع مويه كلام بتاع نفع ده ما في مشكله يزيد يميك اللي يعرفه ما كان ما دارين كان يكون في كنترول كان دارين وجود النهايه لانه جمت الليل وين يعملوا مشاكل كثير فشل ده موضوع بتاع كلامنا بالنسبه لهنا ده هناك حتى نعيش معه في ممكن هناك فده يكون هي كان عندنا محل كان موظفين تو بيتي ده يا مناسب ده ادوان and that في النهايه بعدين بيتفق الكلام بتاعي او الكلام ده نجيب او نقوله هي التلفون كلام هي المنطقه ومشينا وشفنا المنطقه ده المنطقه على الشارع قالوا الارض كلها وبين سهله لوجود في اي جهه وسهله لومول او دخول شراره ربيع في اي جهه لو في بسيط اللي هي انت تمشي تختار لك مكان البسيطه بتسمع لك ساعة الوجوب اللي أنا بتكلم بيه المنطقة ده سهلة للوجوب مع جنبه ورمبيك ليه؟ بتساعدنا بأشياء كتير المويه بنهيب إنه الوجوب يكون هنا سعر الوجوب اللي هي لازم يكون ساعة 6 لو بسمع 5 6 لتهك اللي هي لازم يكون زمن الوجوب لأنه بتساعدنا في الإدارة والدخول بتاع كل دول أو في العربية في نايدة بتاعهم في رينيا وفي يسعر الهدف بتاعهم كلام بتاع العريقة اللي هي بتاع المنطقة ده بالضبط المنطقة ده من هنا لحد هناك في واتجار وتاني جمال المديرية هناك اللي هي عرضي بيجاي شوية اللي هي فيه جيش لو منطقة كان معروف كان المنطقة دي بكون سارة يكون كاكب لكن هسي فيه جيش بيعميك منطقة كلام بتاع العريقة اللي هي مكان بتاع بوت الدفاع النظف والعدو اللي هي مساوية 300 في كل مناطق مساوية 300 في كل مناطق دي اللي هي مكان بتاع جولي بتاع عشان ما يسلي شنو عريقة عشان ما يسلي عريقة ف بقول في الزمن بتاع ديناي ده المؤيد العصر ده اللي هي ينتاجه مع جنبه المنطقة ده ولما غير كده شوية البياسر ما ضرب فين الأرام ما بيشروا بالليل ما بيشروا بالليل عشان بعدين ما يمشي يقولوا ده انت يا بدأ جري جبال لو ضربنا المنطقة ده الشمس ماشي شوية بعد ما الشمس يمشي السكن هنا تجري الوطن ده ماشي بيعمل زي ما قال كمرة بول جبال هنا في الجيش بتاعنا شقات كده بسيط هنا في مدينة رومبيك في شبابات يطروا الناس فيه وما في حاجة بيضربوا الدبابة ده لو الوطن ماشي بالليل ما بيجي ثاني الدبابة وبكون إذا كتير أسي هنا عند بتاعك المحل معروف بدري يجهز عليه كيف يقابل الدبابة ده هنا ملوك المنطقة ده ما بيقول فالخطة بتاع الهجوم في هلا الواحد منطقتين ديل اللي هي سهلة كويس ساعدنا الجرو هنا فكر ثاني إنه يمشي قاعدة تنظيم في أي محل هناك أنا متأكد بكون إذا يجي عمر عشان يجي يقعد معهم لكن لو هم برا يعرفوا طريق بتاعهم
مختلف يعني انكم راي مختلف من انه الناس ما يهاجم في الاتجاه ده. كلام ده ايوه عارف الجيش لكن فترة طبيعية ما بتلقى جيش لين بنيدة يا رأي بتاعي يعني الناس يكون بتين يكون بليل صباح الساعة 4 كلام بتاعي كاميرا دار بجوب يعني في ما ده من تديك شاكي لمديك يعني ما ده أبيض أنا بشوف أنا بمشي بعمل جنوب في كنجة أنا بكون في المال أبيض ده كان نفسي نجارة ما دو ذات يمشي فارغ مثلي ده هو كلام بتاعي نمشي بالليل ولا نمشي بالنهار بكون جوا alert the enemy. فالكنترول للسولجرز في نايت اتاك ده ما سهل. بعد مرات بيعود بيصير الشاي بينما في محلات معينة بيصير الشاي فالمال ده لما نيجي إنه فلان ماشي للهدف ده ويقول له إنه إنت ماشي المال ده في حتة فلانية في سلك وفي ماين بيقولوا فيه حتة فلانية فيه ماين فيه ده الكلام في حاجات بنيجي فوق. أما بالنسبة لكلام بتاع التحليلات التانيين بكيفية الكنترول هو أصله حتى هجوم بنهار بيصعب الكنترول لأنه الجيش always there is a problem. الجيش قلوبه ما واحد طبعا ده حاجة طبيعية you cannot يعني bring them together. بنهار الضبط أو الكنترول بالليل بدروسه برغم من إنه يصعب الكنترول بالليل عنده مزايا بتاعت إنه العدو ما بيعرف الانتشار بتاعك. العدو ما بكتفك من بعيد إلا لما تكون في مال قريب مهما يكون عنده obstacle وإنت جيت في مال قريب إنت بتقدر إنه تغطي الهواجس العمل. الهواجس العمل لما نكون بنهار يكون أصعب. مثلا زي المسافات النظافة 300 متر from the assessment بتاعت الخسائر. هل بالنهار الخسائر بيكون كثير ولا بالليل ياو الخسائر بيكون كثير؟ الخطة اللي بديك خسائر أقل ياو أحسن خطة. فكون ما إنه الليل عنده عيوب وكله ضابط كوماندر عارف إنه الليل فيه عيب بتاع كنترول عارف الكلام ده معنى ذلك هيعمل حسابات بتاعه على اساس انه لازم انه يعمل كنترول للجيش بتاعه عشان يجنب الاخطاء اللي بيحصل بالليل ده so that to achieve the objective with the minimum losses لما انه يعمل بالنهار. عشان كده ما بيجي حاجه كان خلوه انه انتاج في الكلام بتاع انه الناس يعيشوا بالليل ولا طريقة بتاع استخدام بتاع الأسلحة. فأصله this is what happened. أما كلام الحرايق you cannot avoid it. وجوه لو ضرب بالليل في وقت بتاع الصباح ده الساعة 4 يشعل الناس نفس القائد. لذلك قبل كان ذكر الكلام ده كثير. فعلا انت حقائق لما تعمل الخطه بتاعتك في حاجات كتير يعني انت تفكر قبل ما تعمل الخطه بتاعتك. ففي ناس كان ماشيه في التربيه او ريكونسنس وباري انه مين اللي بيكون انت بيعرف بالضبط اذا كان انت تجي بينهار بقوه بتاع سريه او كتيبه عشان تهاجم على القوات بتاع العدو ده يعني ممكن في حركة بتاع جيش ممكن يشوفك مصاب بعيد. رفيق القائد اللي هي الموضوع بتاع لما تقوم تساحة زول من الصباح بعدين تودوا في الحد ويبيض وتيم زي طلع يعني تكون بتعب كثير أكتر بدل ما يتعب لما الزول يكون فوق ونازل يكون على السلوك. فدي حاجة عيب أنا شفتها
بنفسه. حاجة ثانية يعني وبنار عشان تهاجم للعدو، عدو في حالة دفاع، عشان تفتح المصابة ده لازم يكون عندك خصائص كتير بنار. لكن بليل ما ممكن، يعني الليل ده سلام بتاعه كتير، يعني الليل ده يعني بساعد كتير، يعني حتى لو القوة بتاعنا جارة في الاتجاه بتاع العدو ممكن يضرب 2 ممكن يضرب 3 من القوة دي كبيرة، من القوة كبيرة. حاجة الكلام فيها قبل ذكرته قبل الكلام فيها كومريتين اللي هي يعني انت كعسكري وانت عارف لانه انت ضعيف، انت بقول الشغله دي بتاعي دي عشان انا ضعيف بنعمل بليل، لانه الليل بساعد الحاجات لو ده تعمل حاجه حاسب تعمل بليل، لانه ازول في الدفاع ده اذا كان مشينا وهاجمنا بنار وبنشوف علينا وبنشوف بعضه بقول حتى نموت هنا، لانه بشوف زميله قاعد هنا وزميله قال له امبارح انت شجاع، بقول له انا شجاع. كان في الثناء بتاع الهجوم يشيل السلاح بتاعه يعمل انسياب ده ما بجي، بقول امبارح ده انا كلمت له لانه انا راجل شجاع ما بجي قدامه، لكن كان بليل ممكن يشيل السلاح بتاعه ويسرق نفسه، بعد شويه بلقى نفسه برا. كان ده شاب الفلان ده وين؟ ده برضه بمشي وراه، بعدك القوة كله ممكن يجي. فدي كله الحديث حتى مش الخطة بتاعنا دي لو بنعمل أي خطة ممكن ده تعمله وأنت ضعيف ممكن الليل بساعدك. معاكم كلامي كان ما مختلف، ممكن في الوقت بتاع العناية الأسلاعي الناس ما نشوف أن تكون أحسن بكثير. أنا بداية أنا بقول الوقت بتاع المساء والوقت بتاع الصباح في هوا ده ذاته، أنا شايفين هذا في وقت بتاع المساء وبيجي الصباح، أكيد بالليل بيكون في هدوء نسبي. الساعات الأولى من المساء والهجوم تكون بنص الليل. لو جينا للموضوع بتاع العريقة ده مو نعرف كان جايين في قلت طبعا لنا هذا بتاعنا ده استيلاء ده مو يا رسمي هنا مسافة بتاع قلت مع الهدف بعيد جدا، ثاني الجيش بتاعنا ما يقدر يجري انه جلاب عملنا كلام. طيب أنا بدي فرصة لجرام وفيلة جامعة. الأجادة وطول الطرق من الرفيق عيد ده سؤال مهم لكل واحد، عشان زي ما ذكروا قبل فعلا ما مدى على كلام عشان حرب دائما وابدا حسبنا يعني في لغة كتير، ده سببه لازم دائما وابدا هنا بنكون ذاته في ده. واكيد الرمبك ده اتذكر بدأنا في ملك كان مودين بتاعه ده من بور لكن هنا وصلنا هنا اثبت ومبارك كل واحد ماشي فينا وقدر يعني ياخذ يعني ملخص كامل عن الرمبك ذات، سواء كان انت كنت بتعرفه قدري ولا كنت ما بتعرفه، كل واحد فينا هذا ده يعني is convinced. والمعروف في المال ده قلنا قبل منطقة ده تنغبل وممكن نعدوا يعني انتوا 3 دبابات والدنا يعني انتي دبابة it is not movable. ممكن نخلي سلاح في المال ده يعملوا يعني سينادوا فلان في كل محل، لانه ممكن يعني يهربوا بجاه شمال جهة يومين اما في الوقت. فهجوم الليل ده يعني سهل بالنسبة لنا، واحد افروج بتاعنا يعني بكون tactically until we reach the objective. Number 2, tanks will not participate in the operation. 3 بتاعته سيبوا بالليل صباح ما بكون فيه يعني proper control بالنسبة لهم كمان برضه، لأن control بالنسبة لهم ما بكون فيه. والكنترول بتاعنا فعلا حتى لو في ضعيفة من كنترول بتاعنا بكون هنا عارفين كنا ماشيين هجوم، انت ما بكون زي زول انت هاجمه. كنترول ده فعلا will be hard في الليل
لكن بسبب القوة بتاعنا كثير مرنا على منطقة وعارفين أنا كل وجوب الموجود. أما ذكروا الزميل مولانا مشكلة بتاع واجب ذل وأمر يزبر يعني بير باس من دي في أجاد فين نينا أسدا وديت قبل ما نمشي لقدام في الكلام ده بغير في تايم اند سبيس او في الوقت المسافة من هنا لغاية الحدث يكون معروفة على حسب ما قلنا قبل انه من هنا لغاية هناك 16 ميل. فالتحركات بتاعنا كان المفروض يبدأ قبل زي الساعة يعني حتى كان المفروض يبدأ حتى إنه الناس يكون انتهينا من بريفنج بتاع الجيش والجيش يتعرفوا يمشي لمحل بتاعهم نمشي لمنطقة الحج أو concentration area. ده أنا ما بقدر تاني نرجع ورا للحاجات السبب أو ده preparation اسمه موتو 10 موديل أوامر conference warning order حاجات كله طلعت فما برجع لهم تاني. التسلسل بتاع الحاجات دي طبعا ناس بتهرب من المال بتاع concentration عشان الناس يمشي لقدام. لغاية الساعة 4 بكون إنتهت في adjustment بتاعهم. في الساعة 4 المدفعيات تبدأ ضرب على الحدث الضغط التحضيري. لما يعمل preparatory bombardment المشاة بتبدأ تتحرك من منطقة الحي لمنطقة التجمع. ده مسافات قريبة ويظهروا في الأوامر إنه يأتوا منطقة بتاع الحي ويأتوا منطقة التجمع. فقبل إنه ناقشنا وأخذنا زمن كثير ثابت في كلام في معينه ده كلام واحد أو إننا قاعدين ندور حول. فبعد ما ناس تعرف من assembly area ناس بيمشي لمال التشكيل ومن مال التشكيل انت تكون انت وصلت لستارت لاين. ناس دايرين نهار قبل الساعة 6 إلى ربع. فبعد ما إنه مدفعية يحتل مال بتاعهم الساعة قبل الساعة 4 والساعة 4 يبدأ ضرب من الساعة 4 لغاية الوقت ده بيكون المدفعية شغال. معناته المشاة بيكون مشى لغاية ما كل واحد شاف الهدف بتاعه وشاف عندك نص ساعة ولا نزيده. في كل التعيين ولا يقولوا ده السودان لوكال تايم توقيت السودان المحلي. لو انت عندك شغل الساعة بتاعك شغال جرينيش ولا شغال سيز افريكان تايم ولا شغال بتغير weather conditions او أحوال جوية. طبعا بالنهار تكون شوية في هوا كده لكن بالليل في برودة بسيط مش كتير. بعد مرات في شبشب بتاع المطر ما معروف انه هيستمر ولا يكون مطر. فجو طبعا الويند بقى now blowing eastward from east to west. Light conditions دائما first light صباح first light ده 5 ونص بكون أي حاجة في الشوق ظاهر 5 ونص first light. last light تقريبا 6 الساعة بتنزل ساعة كم؟
بالليل لغاية الساعة 12 بكرة بنزل الساعة 12 بنزل 12 ليلة 11 ومبارك كان 10 ليلة 10 11 ليلة يوم قواد العدو وقدر قواد العدو بكتيبة مشاة مدعمة للأسلحة الآتي 2 حويتزر 122 ملم 2 حول 120 ملم 3 دبابات عدد من مدافع 12.7 غير معروف العدد. نفس الشيء لايت ماشين كان عندهم نازمجي 42 برنو فيكتوريو ما معروف عندهم كم، لكن عندهم في تسليح بتاعهم. ما في معلومات عن الحاونات 81 و82 و60 ملم. عندهم جماعة مهندسين وعندهم ميليشيا بدر بالفصيلة. في معلومات بقول عندهم مدفع 106 ملم مركبة على لاند روفر، بقول عندهم 2. الكلام ده not confirmed، ما في زول قال في شاف. يوم ده لما كنت في ناس بيقولوا انه في بيئة هناك. الكلام ده برضه ويديزميسي، لكن ممكن ما يظهر ده في أسئلة ممكن انه يتعامل معه. قصد العدو انه يدافع عن مدينة روبيك حتى آخر جندي وآخر طلقة. روحهم المعنوية عالية برغم من صعوبة بتاعت أو انعدام بتاعت الرينفورسمنت بالنسبة له. ما في أي ريسك بيجي له من قريب غير إنه يحرك القوة من واو، وده حاجة هياخد زمن طويل. فبرغم من كل الصعوبات دي روحهم المعنوية نعتبره عالي. التدريب بتاعهم برضو جيش، تدريب جيش نظامي. قوات صديقة وهو القوات بتاعنا يعني مكونة من الوداد القديمة اللي كانت في رومبيك ووداد بتاعت الانتفاضة. عندنا 2 تاسك فورسز في توي هو شاك ودين نيال. ديل المهمة بتاعهم انه في الوقت الحاضر انه تكونتين الانمي الموجودة في توي ما يطلع برا من توي، في نفس الوقت يعمل امبوشز في طريق واو توي عشان انه يمنع وصول اي رينفورسمنت من واو. من الوحدات الجانبية عندنا وحدات بتاعت BSC في منطقة الاستوائية ويسترن أبر نايل بنتيو نايل اليمين بالنسبة لنا. التوقيت والمنفصلات لا يكون. المهمة قوات حملة كونانوك تهاجم وتحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 1989 الفرق الثاني. المهمة قوات حملة كونانوك تهاجم وتحتل مدينة رومبيك في تاريخ أقصاه 8 نوفمبر 1989. التنفيذ عمومي تهاجم وحدات كونانوك على مدينة رومبيك على مراحلتين.
المرحلة الأولى واحد كتيبة أو تاسك فورس واحد تهجم وتعتل الهدف ألف، و تاسك فورس الثاني تهجم تحتل الهدف باء، سريتين تغطي الهدف جيم. رفيق قاعد تجميع بتاعك واحد ذو 23 ملم، واحد 14.5 ملم 4 ماسورة، واحد 14.5 الماسورة واحد.